بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، الأخوات المواطنات في كل أنحاء الوطن في الداخل والخارج، الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات، هذه كلمات مختصرة، ونحن قادمون على مفاوضات من خلال المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي سيصل غدا إلى العاصمة صنعاء، عاصمة الثورة والجمهورية والوحدة. نحن نرحب به كمبعوث أممي، وذلك باختصار شديد. أولا، وقف العدوان السافر والغاشم على بلادنا، فك الحصار، انسحاب القوى الغازية من الأراضي اليمنية سواء كانوا من الجيران أم من المرتزقة. اثنين، التفاوض مع النظام آل سعود وليس مع المرتزقة الفارين من الأراضي اليمنية الذين يبحثون عن سلطة وشعارهم السلطة أو الموت، كما رفعوه البعض منهم في عام 86 عندما سحلوا المواطنين والعسكريين والشرفاء في عدن الباسلة في المعسكرات ودفنوهم بالحاويات، والآن يدفنون شعبا بكامله مجرد توقيع على الاستعانة بالأجنبي لضرب الشعب اليمني من أجل أن يكونوا على كراسي السلطة. هؤلاء الفارين شعارهم كما قلت السلطة أو الموت، السلطة أو أقتل شعبنا اليمني، وكما هو واضح وجلي أنه يطالب عاصفة الحز بالاستمرارية لقتل شعبه، ويريد أن يكون رئيسا على الشعب اليمني العظيم. يا للعار، يا للعار يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في لحج وأبين وشبوة وحضرموت وعدن والضالع وردفان ويافع والصبيحة. يا للعار أن تسمحوا لهؤلاء المرتزقة الذي يتاجرون بدمائكم أن يقتلون إخوانكم في صعطة، في حجة، في الجوف، في مارب، في صنعاء، في الحديدة، في تعز البطلة التي تقاوم وبكل قوة أولئك المرتزقة. تحية لكم أينما كنتم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج. سنفاوض النظام السعودي، لن نفاوض المرتزقة والفارين الذين خرجوا بجلودهم، وسنخرج من تبقى منهم بجلودهم أو إحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل إزاء ما ارتكبوه من جرائم في حق الطفل والمرأة والعجوز آجلا أم عاجلا. التحية للشعب اليمني العظيم الصابر والصامد في كل مكان. نعم، لقد فرض الحصار علينا برا وبحرا وجوا، وانقطعت المشتقات النفطية، وانعدم العلاج والغذاء، ولكن سنعود إلى الحطب، وسنعود إلى علاج الكي بالنار، وسنعود إلى الحمير والجمال والإبل. هكذا شعبنا الصابر.
لن يكون شعبنا رفاهيا من أصحاب الكبسة والأرز والشوكولاتة والبخور المستورد، شعب جلد وصابر وصامد. تحية لك يا شعب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. تحية لك أيها الشعب اليمني العظيم أينما كنت. نحن صامدون وصابرين. نعم، 10 أشهر ونحن في وجه العدوان، 17 دولة بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إضافة إلى العرب العاربة والعرب المستعربة الذين يقاتلون بالأجور لنظام آل سعود، يقاتلون بالأجرة، ولا علاقة لميثاق جامعة الدول العربية ولا بالعمل القومي ولا شيء، إيجار مدفوع ثمنه. لماذا ما تسحبون قواتكم من أراضينا؟ لسنا أعداء معكم، لا في الخليج ولا في أفريقيا، لسنا أعداء، وليس لنا أي عداوة معكم على الإطلاق. أنتم تتاجرون بدماء أبناء الشعب العربي أيا كان من التحالف. أي تحالف؟ تحالفتوا ضد من؟ ليش ما تحالفوا ضد إسرائيل؟ لماذا علاقاتكم بإسرائيل متميزة وعلاقتكم بالشعب اليمني أصل العرب وموطن العرب الأول سيئة؟ ليش؟ سؤال لكم موجه أيها الحكام العرب، أوجه إليكم هذه الكلمة: ما هو خلافكم مع الشعب اليمني؟ لا خلاف بيننا وبين السودان ولا مصر ولا الأردن ولا المغرب العربي ولا السنغال ولا منظمة التحرير الفلسطينية، ليس بيننا وبينكم خلاف. خلاف النظام السعودي مع الحركة العربية، مع القومية العربية، مع مصر العروبة، مصر عبد الناصر، مع ليبيا، مع العراق، مع سوريا البطلة الصامدة في وجه العدوان، ما عندكم خلاف. مع اليمن لا يوجد حتى خلاف بيننا وبين النظام السعودي على الإطلاق، خلاف مذهبي إخوانجي داعشي يدعم النظام السعودي ضدنا، كما يدعم في سوريا والعراق وليبيا. ليس بيننا وبين النظام السعودي أي خلاف. إذا كانوا يدعون أننا شيعة، احنا لسنا شيعة، نحن زيدية سنة. افهموا، نحن زيدية سنة، وليس عيب في الشيعة، مذاهب متعارف عليها، 5 مذاهب متعارف عليها في العالم الإسلامي. لماذا هذا التعصب؟ بأي حد؟ بأي حد تتعصبون على تعصب مذهبي؟ نحن لا توجد لنا علاقة مع إيران، علاقات تقليدية عادية. وإذا كان هناك علاقات خاصة بين الإخوان في أنصار الله وإيران طبيعي، وليش لا؟ لكن علاقات عسكرية لا توجد، علاقات اقتصادية لا توجد، علاقات سياسية لا توجد. هناك ربما تغطية إعلامية من القنوات الفضائية الإيرانية لما يجري في اليمن بدون تنسيق وبدون تفاهم، تعاطف من قبل الشعب الإيراني، شعب كبير وشعب إيراني إسلامي، لسنا نكن له إلا كل المودة والاحترام، ولكن اتهامات باطلة، وتقرروا بوسائل إعلامكم على عامة الناس أنه علاقات بين إيران واليمن ويستهدفون النظام السعودي. ما حد يستهدفكم، ليش؟
ما تستحقوا حد يستهدفكم، لا تستحقوا الاستهداف. عندكم مال تلعبون به كما تريدون. يا اخوان، حسن الجوار والتفاهم المباشر بيننا وبينكم. إذا لكم حق نحن ننصاع إلى القانون الدولي، وأنتم تنصاعوا إلى القانون الدولي، ولا تنصعوا إلى أموالكم وودائعكم ومشترواتكم من الأسلحة والصفقات التجارية لذبح الشعب اليمني أطفالا ونساء ورجالا. مهما طالت الحرب ستنفرج آجلا أم عاجلا، برضاءكم أو بدون رضاءكم. الصفقات التي تأخذونها من أمريكا وأوروبا ومن أي مكان في العالم مش حبا في سواد عيونكم، حبا في أموالكم. كان صدام حسين يدافع عنكم، ودفعتوا لها المليارات من الدولارات ضد المد الإيراني أو الثورة الإيرانية الإسلامية، وفي الأخير تآمرتم عليه وقتلتوه. تحالفتم مع القذافي وأجبرتوا على تسليم مواد طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنها مواد كيماوية، وهذا غير صحيح. لا يوجد مع القذافي مواد كيماوية ولا شيء، لكن تسجيل موقف للحفاظ على سلامة رأسه. طيب ماذا تريد من الشعب اليمني؟ لن يركع، ولن يركع إلا للخالق عز وجل. عليكم أن تمدوا أيديكم إلى يد الشعب اليمني للتفاهم والحوار المباشر. أما عبر مرتزقتكم لا حوار ولا نتفاهم معهم على الإطلاق. خذوهم ورتبوا أحوالهم وسكنهم لديكم في جدة والرياض وفي القاهرة وعمان وفي أي مكان ترتبوه. أما عودتهم إلى أرض الوطن أبعد من عين الشمس، ونحن نحمل بنادقنا على أكتافنا ورؤوسنا على الأكف. لن يعود المرتزقة ولن يحكموا في شعبنا. الإخوة في الحراك، في عدن، في لحج، في الضالع، في الصبيحة، في أبين، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، في سقطرى، شدوا حيلكم. الاستعمار لن يدوم 130 سنة ورحل. المد الشيوعي الذي استمر لعدة أعوام لن يدوم، رحل. هؤلاء لن يستديموا، لهم 9 أشهر، لن يستديموا، لن يغلقوا سنة إن شاء الله، سيرحلوا. وأنا أقدر تقدير عالي موقف الإمارات الذي تورطت وجرها نظام آل سعود للتورط في اليمن وخسرت من شبابها، ولكنها انسحبت تدريجيا وجابت مرتزقة بدل شبابها. بالنسبة للكويت، الكويت هي ترد الجميل لنظام آل سعود الذي احتضنهم بعد الغزو العراقي للكويت.